عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية من قناة اكاون فاي. معاكم محمد رضا. موضوع النهاردة هيكون مهم جدا، وهنركز على جزء مهم في امتحان الاي بي اي، وهو جزء الاي كيو الخاص بالمعهد المصرفي. الفكرة كلها معايا ان الاي كيو بيكون في المعهد المصرفي نيوميركل، وده بالنسبة لناس كتير عامل عقد، وبمعنى اصح ناس كتير بتعرف تتعامل معاه. احنا هنتكلم على البيز بتاعه والاساسيات بتاعه واهم الافكار اللي اتكررت في امتحان المعهد المصرفي، بحيث واحنا رايحين نعمل الامتحان ده والاسسمنت ده نعرف نتعامل بكل سهوله. تمام كده كده. الفكره كلها عندي في الاي بي اي في امتحانات اساسيه هناك وفي امتحانات فرعيه هناك، بس احنا بنتكلم في نقطه انا عايز اتكلم فيها. كده كده في انجلش هناك كويس، في اي كيو تمام وده موضوعنا، في كمان مايكروسوفت، وفي كمان بانكينج اللي هو بيتقسم كاونتنج وايكونومكس. حلو. الفكره في ايه؟ في بنوك كتير بتعتمد انجلش واي كيو ومايكروسوفت وبنك، زي ايه مثلا؟ زي فاب ابو ظبي الاول، زي اسكندريه نفس الفكره، زي كايرو بنك القاهره. بس الفكره في ايه كلها؟ انا بعتمد كل ده ان انا همتحنه اسسمنت للطالب او الموظف اللي هيجي لي عشان اعينه. تمام. بس الفكره معايا في إيه؟ ان انا اعتمدت اي كيو دايما. ماشي، هروح مثلا تجاري وفا. تجاري وفا بيعمل ايه؟ انجلش واي كيو، برضه ستيل في اي كيو معايا ثابت. يبقى اللي طلعت بيه منه من الحوار ده كله اللي هو اي بنك هيمتحن هنا تنميه صادرات، بنك عقاري مصري، اي بنك قناه السويس، اي بنك هيمتحن انجلش واي كيو ثابتين. فالانجلش مقدور عليه هناك بعض الشيء، بتبقى قواعد شويه، انما الاي كيو بيبقى تقيل شويه. فباذن الله في الموضوع النهارده في الفيديو هنتكلم على اهم الافكار اللي يعني جت في الفتره الاخيره في امتحانات المعهد المصرفي الاي بي اي. تمام. تمام. فالفكره كلها ان البي دي اف اللي معايا باذن الله انا هسيب التليجرام بتاعي في البايو وفي الكومنتس برضو، هعمل بين الكومنت. تواصل معايا التليجرام، ناخد الملف ده شامل كل الافكار. انا هشرح البيز او المين ايدياز فيه. تمام. و هنعمل سكيب للحاجات اللي البنك المعهد المصرفي نساها الاي بي اي عشان هو الملف دي معاه. بس الفكره في ايه؟ ان الاي بي اي فيه افكار كتير مثلا بقى بيكبر دماغه منها وما عادش بيكررها. حلو. فاعتماد الاول والاخير هيبقى في الفيديو او الداتا بتاعتي، هنقول رقم الصفحه اللي موجوده في البي دي اف، وهنعتمده كايه كمرجع لينا عشان نفهم الجيفن ونطلعها كويس ونعرف نحل المساله. تمام. اول بيج اللي معانا هتبقى بيج شويه الاكزامبل اللي فيها. حلو. فانت وقتها بقى يبقى معاك البي دي اف، فتعرف تتعامل معايا وتعرف ايه تواكبني في الكلام، وتبقى انت فاهم انا بتكلم على ايه. وكمان برضه عشان يعني نسهل الدنيا اكتر، اللي هي بتتكلم على الانيوال ريفينيو، الربح السنوي. تمام. هنتكلم، نقرا المساله الاول. المساله بتقول لي بافتراض assuming the report has over time revenue by 15%, what was the actual revenue generated by vendors in the quarter October to December. حلو جدا. الفكره كلها معايا في بيز معينه انا بمشي عليها، انا عايز اثبتها عشان كل الافكار يعني اعتمد فيها الطريقه دي. هو ذكر لي بيقول لي ايه؟ عايز الاوفر استيميتد ريفينيو، بمعنى اصح الربح الزائد، تمام، المتوقع باي 15%. فالفكره كلها 15%، وهو قال ايه؟ متوقعها زايده بواسطه باي 15%. فانت لقيت اي حاجه استيميتد، دي بقى بيز بتاعنا في المعهد المصرفي كلها، لقينا اي حاجه استيميتد وجايب لي بعدها باي ونسبه، فانا القانوني اللي هستخدمه هو ده اكس على 15%. دي هي اساسا بتبقى زايده عن الحد الطبيعي. الحد الطبيعي بتاعي 100%. حلو. فالزياده بتاعي 15%، يعني هي حولته ترن انتو ال ايه بقى ل 115%. حلو. يعني انا خلاص انا طلعت من هنا، يعني دي ترتيب التسلسل الطبيعي بتاعك انت هتعمل بيه، اللي هو باي 15%. خلاص ان الطبيعي بتاعي 100%، هحولها زياده، هي زياده فوق الحد الطبيعي اللي هو ده النورمال بتاعي، زياده في فوقه ب 15،
يبقى انا وصلت ل 115%. حلو. على القانون بتاعي بقى، ده البيز بتاعي اللي انا مش عليه، اكس اللي هو مجهول انا مش عارفه لسه، 115%. حلو. في، لا عفوا، 115 اللي هي عاديه خالص، اللي هي اصلا في 100. تمام، دي البيز بتاعتي. حلو. طب الاكس يا مستر دي عباره عن ايه؟ انا هجيبها منين؟ الاكس عباره عن ايه؟ هو بيقول لي ايه؟ بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن البندرز، والبندرز هنا لونه ايه؟ لونه جرين. حلو جدا. يبقى المساله هنا بتكلمني عن حاجه اسمها البندرز. البندرز انا بروح احدد لونه، هو لونه ايه؟ جرين، اخضر، زي الفل. انا اروح للداتا اللي معايا والجيفن اللي معايا. انت بتتكلم عايز انه بندرز، انا خلاص عرفت لونه اخضر. انه بندرز بقى انهي تاريخ معايا بالظبط؟ فهو طالب معايا من اكتوبر لديسمبر، فانا خلاص اقول له زي الفل، انت عايز من اكتوبر لديسمبر. يبقى انا خلاص كده برتب الخطوات اللي انا هعملها، بندرز، جرين، اكتوبر، ديسمبر. فخلاص انا اروح للعمود ده في المساله. وقتها انت بتفتح البي دي اف معايا بقى، فادي اكتوبر ديسمبر. حلو. الجرين اب خالص، اعلى نقطه بتاعتي عشان اجيب الاكس. دي كلها الخطوات بتاعتي ليه؟ عشان اجيب الاكس واعوض فيها. تمام، هاو تو فايند الاكس. تمام، نكمل هنا. الفكره عباره عن ايه؟ اب، اعلى نقطه هجيبها في البندرز، ماينس اقل نقطه خالص، اقل نقطه هجيبها في الايه؟ في اقل حاجه في البندرز، اب، والداون بتاعي. هي الفكره كلها بقى مثلا رسمه عامله كده، وجايب لي ارقام هنا وارقام هنا، وده كله الالوان، مثلا ده بلو، ده ريد، ده جرين. فالفكره ان انا بشوف يعني المكان اللي انا عايز اتعامل فيه او اللون. انا حددت جرين، فانا اروح هنا بص اشوف اعلى نقطه واقل نقطه. حلو جدا. فلما جيت بصيت اكتوبر ديسمبر، حلو، اعلى نقطه انت نظامك كام؟ انا قال لي اهو انا 60، طلع ادي 65، 70، 75. دي البوينت دي كنت عايز اتكلم فيها، مهمه برضو نبقى فاهمينها عشان نعرف نتعامل فيها. الفكره كلها بتبقى في ايه؟ هو بيديني مثلا كده ايه، هنا مثلا 10، وبعد مثلا دي مثلا خلاص نخليها زي ما هو عامل هنا بالظبط عشان نعرف نبقى فاهمينها. 20، اللي بعدها 40، اللي بعدها 60. فالفكره زي ما اتفقنا اللي هي بتبقى عامله كده. تمام، مثلا انت ممكن تلاقي الجرين بادئ من هنا، كل ده جرين، مكمل معايا لحد فين؟ مكمل لحد فين؟ مكمل مثلا نصعبها اكتر لحد هنا، يعني كل ده جرين، يعني ده اللي تبع الايه؟ تبع البندرز، زي الفل. انا لو جيت بصيت هنا، كل طلع معايا ب5، يعني هنا هو وصل لهنا، يبقى كده انت كام؟ رقم هنا كام؟ 25. حلو. وصلت للنص، بديهي ما بين ال 20 و 30، ما بين ال 20 وال 40 يبقى كام؟ 30. حلو. طب طلعت لي 5 كمان اللي هي الحته اللي بتكلم فيها دي، يبقى هنا كام؟ 35. وكل الارقام دي ان ثاوزند، بالالف، بالالوفات بمعنى اصح. تمام، يبقى كده 35,000. تمام. طب اطلع لي هنا 40، اطلع لي 5 كمان 45، اطلع لي في النص بالظبط، يبقى كام؟ ما بين ال 40 و 60 يبقى كام؟ 50. طب خلاص انت طلعت لي كمان 5 اهو، باقي 5 بس في الاخر، يبقى انت هنا كام؟ 55. تمام، الحته دي بس عشان نبقى ايه فاهمين الدنيا فيها ايه، بنطلع ارقامنا ازاي. فلو جينا بصينا في الداتا اللي معانا والماتيريال اللي معانا البي دي اف، هنلاقي الجرين اللي هو البندرز واصل ل 75,000. يبقى نقول له دي 75,000. حلو جدا. ماينس، هات لي اقل نقطه. النقطه في الجرين كام؟ 40,000. ال 40,000 يبقى انت ناتجتك كام؟ 35,000. حلو جدا. نرجع نعوض في البيز بتاعنا القاعدة الأساسية اللي هي الإكس على 115 في 100. ناخد الإكس، جبنا الإكس هنا بكام؟ 35,000. ادي 35,000. حلو. على البيز بتاعنا نكمل في قانوننا عادي خالص، 115 في 100 ايكوال اللي هو
عايزه اصلا من الاول في المساله بتاعتنا، اللي هو مقدار الزياده في الارباح المتوقعه ومقدار الاوفر estimated revenue طلع معانا ب 30,445. 30,400 كام؟ 35 يا ربي، 35. يبقى دي البيز بتاعنا اللي اشتغلنا بيها، وكان اساسنا فكره الايه؟ الباي، اللي هو الزياده المتوقعه في الريفينيو، ودي كان اساسنا. كتبنا اساسنا عن طريق النسبه اللي هو مديها لي، بعدها رجعنا عوضنا في القانون بتاعنا اب ماينس داون على نقطه ناقص اقل نقطه، بعد ما حددنا اللون وحددنا انه عمود هنتعامل فيه. رجعنا عوضنا في البيز بتاعنا الاساسيه وجبنا النتيجه. ودي كان شرح المساله الموجوده في البيج رقم 8 اللي بتتكلم على الانيوال ريفينيو. كده تمام. دي كده تمام. اول اكزامبل معانا ندخل على اكزامبل 2، هيكون في صفحه رقم 10 وبيتكلم برضو عن الانيوال ريفينيو. تمام، يبقى ده هيكون في بيج 10 وبيتكلم عن الانيوال ريفينيو، نفس الاكزامبل اللي فات. حلو جدا. الفكره معايا في ايه؟ بيقول لي نشوف require what was the average monthly revenue generated by Moon from January to June. حلو جدا. نروح لمون الاول. هو حدد معايا بيريد معينه من جون يوري لحد جون. حلو جدا. المدة دي كام شهر؟ المدة دي بالنسبة لي يا مستر 6 months. أنا معاه واحدة للآخر زي الفل. تمام، أنا كده عرفت المدة بتاعتي 6 شهور، وأنت بتتكلم عن موين. بتكلم لي عن موين. إحنا كل دي givens، معطيات بتاعتي. أدي أول حاجة وأدي تاني حاجة زي الفل. نروح لموين نشوف لونه ايه في المسألة. ادي لونه بلو، لونه ازرق. حلو جدا. تمام، هنبص بص على المسألة الأول ونكمل كلامنا. حلو جدا. توضيح هنا اللي كنت بتكلم عنه، ادي موين لونه بلو، وادي العواميد والكولومنز اللي بتكلم عنها. تمام، انا حابب بس اوريكم شكل المسألة. ده موين اللي احنا بنتكلم عنه لونه بلو، وادي شكل العواميد اللي احنا اتكلمنا عليها وازاي بنحسبها وازاي بنجيب النسب، ودي الارقام اللي هي ان 1000 بالالاف، وبناخد اب ماينس داون. تمام، نكمل حل المسألة. تمام، احنا نروح نجيب الاول نشوف الفترة بتاعتنا. اتفقنا انها 6 شهور. حلو. طب دول يا مستر من كام عمود اصلا؟ اول عمود اصلا من شهر يناير لحد مارس، والتاني من ابريل لحد شهر يونيو. طب تمام، انت كده بتتكلم في عمودين 2. فالعمودين دول احنا محتاجين نروح نجيب لهم اب ماينس داون. حلو، اب ماينس داون. ليه؟ الفترة دي ممتدة معايا هما الاتنين مع بعض ل 2 كولومز، عمودين 2. فانا هحتاج اروح اجيب اب تو داون اللي هما الاتنين، عشان دي القيم اللي بتعبر عن كل عمود اللي اقدر اتعامل بيها. حلو جدا. نروح نجيب لشهر جون لحد ابريل. جون اب ماينس داون، اعلى نقطة بتاعتي هتبقى 85,000 واقل نقطة 55,000. 85 ماينس 55 ايكول هتساوي معانا 30,000. حلو جدا زي الفل. طب بالنسبة لجون، العمود بتاعه اب ماينس داون هيبقى عبارة عن 90,000 ماينس 65,000 ايكوال كام؟ 25,000. حلو جدا. كده احنا جبنا القيم اللي احنا اتفقنا عليها هنا دي. ادي 1 ادي 2. تمام، احنا اتفقنا ان المسألة بتاعتنا كام شهر؟ 6 شهور. فانت كنت طالب مني ايه اصلا في المسألة؟ طالب الافريج مانثلي ريفينيو. القانون بتاعي بيقول ايه؟ الاب داون بتوع الاتنين نجمعهم، ده بلس ده يديني 55,000. ده القانون بتاعي. ديفايدد نقسمه على كام؟ على 6 شهور. ايه 6 شهور دي؟ ايه دي 6 شهور بتاعتي؟ ايكوال كام في الاخر؟
هيساوي في الاخر 9 و167 من 1000. 9 و167 من 1000. وكان ده حل المثالي التاني الموجود في بيج رقم 10. تمام كده احنا اتكلمنا عن 2 بوينتس مهمين جدا في المعهد المصرفي الاي بي اي بيتكرروا كتير، وباذن الله الفيديوهات القادمه نكمل شرح. شكرا لمشاهدتك واتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنساش اشتراك في القناه ولايك. كان معكم محمد رضا من قناه الكيون فاي.